مينا عايز مقارنه بين الفولكس فاجن تيجوان والكوبرا التيرامار، ودي مقارنه عسل قوي وحلقه جديده من سلسله اتنين في الميزان. سلسله انتوا اللي بتحطوا فيها عربيتين في المواجهه وبنقارن بينهم في 5 نقط: موتور واداء، شكل بره وجوه، خامات وتقفيل، عمليه واعتماديه، واخر حاجه السعر. العربيه اللي تجيب 3 نقط تكسب. ايه الموضوع؟ خلود هيقول لك. السلسله دي سبونسرد باي كاربورجيني، لو على الحمايه يبقى كاربورجيني. معشوقه الجماهير الفولكس فاجن تيجوان ضد عربيه اثبتت وجودها اول ما نزلت، كوبرا، وبالذات التيرامار. اول نقطه الموتور والاداء، وهنا مش محتاج اتكلم كتير، هما بيجوا بنفس الموتور 1400 تيربو، 150 هورس باور و250 نيوتن متر، وتقريبا نفس الاداء. يعني الكوبرا التيرامار الهاندلنج فيها احسن سيكا عشان هي اصغر سنه وانشف سيكا، بس لا في الاخر الصراحه هقسم النقطه بين الاثنين، هنا نص وهنا نص. بعد كده ندخل على الشكل بره وجوه، وهنا قولا واحدا الكوبرا تكسب. الشكل السكسي، المثلثات، الالوان المط، الليدات، كل حاجه في الكوبرا جميله. مع ان الفولكس فاجن تيجوان بتنزل مصر بالار لاين، بس لا الشكل بره وجوه نقطه هديها للكوبرا تيرامار، وكده يبقى 1.5 كوبرا نص تيجوان. وهنا حابب افكرك انك عشان تحافظ على الشكل ده محتاج تحط PPF او افلام حمايه اللي هي شبه سكرينه الموبايل دي، وهنا انا انصحك تروح عند كاربورجيني. الخامات والتقفيل نفس النقطه بتاعت الموتور والاداء، نفس الصنع يا فندم، نفس التقفيل. وان كان الخامات في كوبرا دايما حلوه، فولكس فاجن مش دايما، بس في الحاله بتاعتنا دي التيجوان بتنزل ار لاين فبتنزل باعلى خامات، فهنا برضو النقطه دي هقسمها بين الكوبرا التيرامار والتيجوان، وكل واحده فيهم تاخد نص. ندخل بعد كده على العمليه والاعتماديه. لا دي نقطه سهله جدا للتيجوان، لان التيجوان اوسع، تيجوان اكبر، شنطه اكبر، مساحات احسن، اطرى شويه، واخد بالك سنه، فالنقطه دي ببساطه شديده جدا هتروح للفولكس فاجن تيجوان، وكده يبقى 2-2. ندخل بعد كده على السعر. الكوبرا التيرامار بتتقدم في مصر ب 2,300,000 و2,400,000، وده سعر النهارده، ممكن يتغير بكره عادي جدا. اما التيجوان فب 2,650,000، وده سعر عالي شويه. وكده النقطه دي تكسبها الكوبرا التيرامار. بس لازم اقول لك حاجه مهمه جدا: فرق المساحات بين الكوبرا التيرامار والتيجوان يستاهل ربع مليون ده لو انت محتاجه. تيرامار اضيق سنتين 3، لكن غير كده دي مقارنه عسل قوي. لو اتبسطت بيها تابع فولو خلود وقول لي محتاج انهي عربيتين في المقارنه الجايه.